حاسه ان فيها هدوء، بس حاسه ان مش عارفه ليه. عايزه اضربه بس مش عارفه حاجه عليه. مش عارفه عادي. عايزه حاجه تحت. خلاص كده. انت عايزه واحده بس. لا لا لا. طب يلا كده. عايزين حاجه عشان تيجي اسمها. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. ده الجزء الثاني من الفيديو اللي انا نزلته المره اللي فاتت. احنا لمينا بس الحاجات ادوات المدرسه والدراسه وكده على جنب، وهوريكم شويه حاجات انا جايباهم عشان الولاده والبيبي وكده. بصوا، مدخلين لي المدارس مع الولاده كده اهو كده اهو. ما انتوا يا اما تاخروا المدارس شويه يا اما تقدموا الولاده شويه، بس الدكتور مرضيش ابدا. انا لسه يا دوب داخله في التاسع، فطبعا مرضيش. قال لي لا. قلت له انا ده البيبي الرابع، فننجز وندبح ونخيط ونخلص. مرضيش. قال لي لو الشهر التاسع ربنا شايف ان هو ملوش لازمه ما كانش حطه لنا في البيبي التاني والتالت والرابع. هو كلامه مقنع، بس انا زنقه جدا معايا. يلا بينا اوريكم شويه مشتريات كده جبتها. بصوا، اول حاجه انا رحت كازيون على امل ان انا الاقي فيه اي عروض. للاسف ما لقيتش عروض. جبت عارفين اغلب المنتجات المقاطعه. انا بحاول على قد ما بقدر. في حاجات ما بقدرش اجيبها، ما بلاقيش ليها بديل، وفي حاجات بحاول على قد ما بقدر اجيبها انها ما تكونش مقاطعه. فانا بدور على الاسماء الغريبه. يعني بصوا، ده الشامبو معاه زيت الاطفال، مكتوب عليه نونو. فالنونو ده مستحيل يكون مستورد ولا مستحيل يكون مقاطعه، فجبته. هتلاقوني اغلب الحاجات عملت فيها كده لما بحتار. استنوا دول خليهم بعدين، خلينا في حاجه البيبي الاول. الاوردر ده انا كنت جايباه من بلانكي. معاملتهم يا لهوي! عشان تطلبي اوردر تفضلي 3 شهور عشان بس تطلبيه. تروحي تطلبيه من الموقع ما فيهوش اي عروض. يعني طلبت من الموقع على اساس ان انا هاخد الاوردر او اللي انا عايزاه بالعرض، راحوا جابوهولي وايه، وشركه الشحن بتقول لي ليكي اوردر ب 3000 جنيه. قلت لهم 3000 جنيه؟ طبعا ما رضيتش استلمه. قلت لهم لا، انا طالبه حاجه بالعرض بتاعها. يعني دول كلهم كانوا ب 500 جنيه، جايبينهم لي ب 3000 جنيه. تيجي تطلبي من رسائل الصفحه يرد عليك المساعد الذكي. زهقوني لحد ما بعتولي ده. بس بصراحه اول ما بتحجزي في اليوم اللي تحجزي فيه يومين بالظبط ويكون الاوردر عندك. تعالوا بقى هوريكم منتجات. لميت لي الدنيا بدل ما هفضل اجيب من هنا وهنا. انا ده جبته عشان لقيت فيه عرض، يعني الحاجه الوحيده اللي لقيتها عرض فجبتها. لكن دول انا كنت جايباهم الاول. فلوسك ضاعت يا صابر، فلوسك ضاعت يا صابر. صابر اللي هو انا، يعني لان انا لو قلت لجوزي عايزه اجيب كل الحاجات دي مشتريات المدرسه مع مشتريات الولاده، هيقول لي والله لا البت تفضل جوه بطنك والعيال ما تروح المدارس. فكل الرجاله مش هتقبل ان هي تجيب كل الحاجات دي مره واحده، فاحنا نشيل شويه وهم يشيلوا شويه ويلا. بصوا، ده استنوا كده اهو كده. مش عايزه مشتريات المدارس تظهر بقى خلاص، عشان انا كملت على الفيديو اللي فات على طول. يعني قفلت معاكم وكملت وقلت ايه نخلص. ففي حاجات ايه ظاهره منهم كده مش عايزاهم يظهروا. المنتجات دي بيقول لك ايه، هما ب 1500 جنيه وعليهم عرض ب 500 جنيه. هما لا، يعني انت لو جبتي بالعبوه الواحده هتلاقي الواحده ب 120 جنيه. يعني وفرتي 20 جنيه في كل واحده، فتقريبا وفرتي 100 جنيه، مش وفرتي 900 جنيه زي ما هما بيقولوا. اول حاجه دي ده كريم مرطب للاطفال. ده سان بلوك باعلى نسبه حمايه. ده
كريم شعر للاطفال. انا عندي 3 اطفال غير البيبي اللي جاي، ففي حاجات انا جايباها لاخواتها اللي هما الكبار. يعني كريم الشعر ده انا جايباه لسيليان، وده شامبو وبلسم وغسول، يعني 3 في 1. يعني بتغسلي الشعر وبتغسلي الجسم بيه، وكميته كبيرة. ده بقى ايه؟ ده بلسم بخاخ عشان يساعد على تسهيل الشعر. هنحطهم كده على جنب. هنا البامبرز انا متعوده اجيب في الثلاث اطفال الاولى، لو عبد الرحمن واذان وسليان، كنت بجيب البامبرز السعودي اول كام شهر كده، عشان البامبرز السعودي طبعا رقم 1 وما بيعملش تسلخات ولا تسربات ولا اي حاجه خالص، فاحسن بامبرز ممكن تستخدميه. ففي الايام الاولى البيبي بيغير كتير جدا، فكنت بجيب البامبرز السعودي. اولا هو مقاطعه، ثانيا بقى سعره مش لينا، يعني مش متاح اصلا لينا. ف بعد كده كنت بستخدم مولفكس لحد ما بيخلصوا بامبرز خالص، وانا بستخدم المولفكس. فجبت واحد مولفكس مقاس 1 طبعا، في 60 واحدة، وده اللي بيبقى فيه مكان بتاع السرة. نيجي جبنا ايه كمان من بلانكي. ده منظف ومعطر ارضيات، ده مش فاكرة انا جبته منين صراحة، مش فاكراه. انت في الولادة بتبقي محتاجة الحاجات دي. الملح بتاع الغسالة خلص، فانا جبت ده من في بقى فعادي، ده مش مقاطعة. وجبت المرة دي قلت هجرب الاقراص، عشان اللي كان عندي كان بودر عادي، فقلت هجرب الاقراص. وبرضو بصوا، اي اسم غريب اعرف ان هو ده منتج مش مقاطعة، فبجيب المنتج اللي هو مش مقاطعة. نيجي ايه كمان، تعالي هنا. جبت ايه كمان، جبت فريدة معطر للغسالة، وجبت ريفولي شاور، وجبت كمان بصوا الوايبس جايباه اسمه برضو، يعني تحس ان هو مصري، يعني حتى شكل العبوة تحس ان هي مصري. المهم انا بستخدمها كتير جدا، وخاصة في الايام الاولى، والبيبي لما بيكون صغير ما بستغناش عنها ابدا. جبت واحدة، استنوا هنبعد دول شوية. هنا جبت كريم الشعر اللي احنا بنستخدمه. طبعا يعني طالما هنخرج ونروح محل ادوات منزليه، فلازم اجيب حاجات. سليان كانت موصياني على بتاعه البوب كورن دي، فجبت 3 ليها هي واخواتها طبعا. وبما اننا دخلنا محل الادوات المنزليه، فجبت كده كام حاجه. استنوا كده، دي ليها غطيان، كل واحده ليها غطا، بس طبعا انت بتحطي الفشار فما بتبقيش محتاجه للغطا. جبت الكوستر ده عشان هحطه على الرخامه، ده مش للاكل، يعني ممكن تجيبي 6 أو 4 على حسب عددكم وتحطيه على السفره، بس انا ده جايباه عشان احطه على الرخامه وانا بصور وكده. لقيت دي اخيرا، لقيت حاجه صب كده، عشان دي بتتخلع مني كل ما اجيب واحده، هنا ستانلس وهنا سيليكون، فبيتفصلوا مني هما الاتنين. فلقيت دي فجبتها على طول، وكان نفسي الاقي المضرب السيليكون للصب، بس للاسف ما لقيتهوش. جبت دي. دول الطبقين دول بصوا عجبوني قوي قوي. ده بيتباع بالقطعة، وده مش خشب، ده ميلامين، فعجبني الشكل فجبت 2. ممكن للسلطات، ممكن للمخللات، ممكن لحاجات تانية كتير، فجبت منهم 2. جبت مجموعة العناية دي بتاعة البيبي. انا المجموعة دي كنت جايباها في عبد الرحمن، قعدت معايا عبد الرحمن واذان وسليان، تخيلوا. بس طبعا سليان دلوقتي عندها 6 سنين، فاكيد طبعا المجموعة دي ضاعت، فجبت واحدة تانية. دي كان سعرها
استنى اقول لكم على الاسعار اللي انا فاكراها. ده كان الطبق ب55 جنيه. المجموعه دي كانت تقريبا ب80 جنيه، ب80 جنيه. وجبت الليفه دي، ليفه بيبي برضو حلو قوي، تحس ان انت عايزه تضغطي عليها كده. ماشي. في طبعا انا دول طقم المستشفى انا جبته ووريته لكم في فيديو قبل كده، بس ممكن يكون في حد ما شافوش فهوريه لكم تاني. طقم المستشفى ده كان معاه السالوبيت ده، قماشته حلوه قوي 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 قوي. كان معاه الطاقيه دي، وكان معاه الروب. مش هعرف اوريه لكم، ده روب مش عارفه اوريه لكم ازاي. استنوا بس كده، وريته لكم قبل كده ونزلت لكم الصوره بتاعته. ده روب نفس القماشه بتاعه البيبي، بتاعه سلوبيتة البيبي. والبيجامه ده بنطلون، هي عدد قطع كذا قطعه يعني. وده البيزك او التيشيرت اللي هو بيتلبس من تحت. وطبعا عاملين حسابهم في سوسته هنا عشان يبقى الدنيا سهله معاكي في المستشفى. دلوقتي انا مفيش حاجه تقريبا داخله فيا، فجبت البنطلون ده. لما كنت بصور في محل اللبس اللي هو في الفيديو اللي فات لما نزلته، كنت بجيب بنطلون حمل. هو مش حمل، هو بنطلون عادي، بس انا جايباه مقاس كبير. وجبت الطرحه دي. البنطلون كان ب250 والطرحه كانت ب180 تقريبا. سرة التات، السورتيت ده ليا والسورتيت ده كمان ليا. اخر بقى حاجة عايزة اوريها لكم الطقم التحفة ده، طقم المستشفى برضو. مش عارفة بقى يعني، مش عارفة ساعتها هبقى هاخد انهي طقم. انا هاخد الطقمين معايا يعني، هاخد الطقمين دول ودول. عايزاكوا تقولوا لي ايه رأيكم في الاسم اللي انا اخترته. طبعا الاسم مش واضح قوي، هو اسم قدر. قدر. الطقم ده عبارة عن اتنين جلافز ولكلوك او شوزة او مش عارفة ايه دي. والارنوبة دي اللي بتتلبس في الشعر في الراس بتاعت البيبي. انا معرفش دي جاية واقعة، معرفش هي مكانها كان فين، مكانها كان هنا ولا ايه مش عارفة. وطبعا السلوبات ده ظهرها، وده وشها. وطبعا الجملة دي انت اللي بتختاريها براحتك. انا اخترت welcome to the world little princess قدر. انت اي جملة تكتبيها عربي انجليزي اي حاجة هما بيطبعوها لك، وبتختار الاسم وبتختار الرسمة. انا دي انا اللي اخترتها على فكرة. شكلها حلو قوي 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. مش عارفة ظاهرة ولا مش ظاهرة. طبعا انتوا دلوقتي هتقولوا لي انت ما اشتريتيش لبس بيبي خالص الا الطقم ده. يعني هو الطقم ده اللي انا فعلا اشتريته، لكن الطقم التاني اللي هو السلوبيتا اللي هي مع طقم الام ده كده كده جاي مع طقم الام. يعني انا كده كده جاي يعني. فانا ما جبتش غير الطقم ده. امال فين لبس البيبي؟ وفين فين سالوبتاته او سلابوتاتها وكوفرتاتها وحاجتها؟ استنوا الفيديو الجاي هوريكم كل حاجه وهقول لكم انا لا هسيب كل حاجه لوقتها. شوفوا الفيديو الجاي بقى وان شاء الله باذن الله يعجبكم. وادعوا لي بقى الفتره دي تعدي معايا على خير. المدارس والولاده داخلين لي كده اهو هما الاثنين، فربنا يسترها معايا يا رب. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.